السوشيال ميديا كمان خلقت لنا وهم كبير جدا. تلاقي في 10 ثواني بس حد مصور لك بيته بأحسن صورة ممكنة، وقد ايه ولادهم جمال وحلوين وأحسن حاجة، وبيعملوا كل التصرفات الجميلة اللي الأمهات بتحاول تظهرها في ال10 ثواني دول. تيجي انتي بقى تقارني نفسك وتقارني بيتك وتقارني أولادك، تلاقي نفسك مش قادرة توصلي للصورة دي. هنا بقى يظهر الصوت اللي جواكي يقولك شفتي، اديكي فشلتي اهو زي ما قلتلك كده. انتي مش عارفة توصلي للصورة اللي في دماغك. مفيش أم بتفشل الفشل ده، ويبدأ الصوت ده يزيد يزيد جواكي لحد ما بتلاقي نفسك مش قادرة أبدا إن انتي تتخطيه. الصوت ده مش جاي يضايقك، الصوت ده عنده نوايا حلوة جدا. هو عايز ببساطة يقولك ان انتي محتاجة تعدلي الطريق بتاعك، محتاجة تبقي ام احسن، محتاجة تركزي في حاجات معينة. بس كل ما بيجي بانتقاد انتي بتهربي، لان انتي مش قادرة تتحملي النقد اللي في حياتك اكتر من كده. الصوت ده هو بقى صوت داخلي جواكي. يعني زمان ماما وبابا كانوا هما اللي بينتقدونا، دلوقتي ماما وبابا ما بقوش موجودين، فبقينا احنا حاطين الصوت ده جوانا علشان اول ما نحتاجه ونحس ان احنا عايزين نطور من نفسنا اكتر، نشغل الصوت ده جوانا على طول. من الاخر كده هلوم نفسي قبل ما حد يلومني. لو انا بقى عايزة اوقف كل ده، محتاجة افهمك حاجة مهمة قوي، ان في قوانين كونية بتحكمنا. أول قانون إن أنتي إنسانة، عندك طاقة وعندك قدرات محدودة. فلو أنتي عايزة تظهري دايما بالصورة اللي فيها مثالية و perfectionism، أنتي عمرك ما هتقدري توصلي لده. مش عشان أنتي وحشة، ولكن عشان الكمال مش للإنسان، الكمال بس لله وحده. محتاجة كل ما تتعبي تفتكري إنك إنسانة، وتحطي أولوياتك إن مجهودك وطاقتك وقدراتك هما كمان يستحقوا إن أنتي تبصي عليهم بنظرة رحمة وبنظرة شفقة، وتقبلي إنسانيتك وبشريتك. أصل لو إحنا اتخانقنا مع إنسانيتنا عمرنا ما هنعرف نكمل. على فكرة أنا نفسي قوي يبقى عندي 4 و5 إيدين، وأنا عارفة إن أنتي كمان نفسك في ده. عارفة إن أنتي نفسك يومك يبقى 48 ساعة، أنا بقى نفسي يبقى 72 ساعة. بس أنا ما أقدرش وأنتي ما تقدريش. نفسنا نعمل حاجات كتير قوي في اليوم بتاعنا، بس إحنا مش هنعرف. علشان كده محتاجة تقبلي نفسك زي ما هي، تقبلي إن أنتي إنسانة وقدراتك محدودة. لو عايزة تتخلصي بقى من المثالية وجلد الذات، انضمي لينا في تحدي رمضان، تحدي رفق. ابعتيلي على الواتساب كلمة رفق وابدأي معانا التحدي.